عارف الصنايعي لما يقولك مين الحمار اللي كان شغال قبلي في المكان؟ اهي دي كانت سياسة محمد علي لما مسك حكم مصر. لان محمد علي لما مسك الحكم بدا يبص يمينه لقى المماليك عايزين يخلصوا منه فحاربهم، وزي كل مره مارسوا هوايتهم المفضله وهي الجري على الصعيد. بيبص شماله لقى الانجليز هم كمان خايفين على مصالحهم وعايزين يخلصوا منه، فقالوا للسلطان العثماني ما تنقل الواد ده هنا ولا هناك. قال لهم عينيا. وسنه 1806 طلع فرمان لنقله الى ولايه سالونيك، بس الشعب اتدخل وقال له لا. فالسلطان العثماني قال لهم اللي تشوفوه. الكلام ده كله زعل بريطانيا من السلطان، فقامت بعت حملة فريزر عشان تخلع محمد علي باشا اللي لزق ومش عايز يمشي. ووقت ما وصلت الحملة كان محمد علي في الصعيد بيجري ورا المماليك، ففريزر اول ما حط رجله في البلد طلع عليه المصريين هو وجنوده وزنقوهم في رشيد الحماد، وكان على رأسهم السيد عمر مكرم. ولما رجع محمد علي لقى المصريين قايمين بالواجب كله، ولقى فريزر بيقول له ابوس ايدك اديني الاسرى بتوعي وسيبني امشي. فوافق محمد علي اللي كسب الحرب بالرغم ان هو ما دخلهاش اصلا، وبكده يكون اتخلص من اول مسمار وهو الانجليز. بيبص محمد علي قدامه لقى المصريين كلهم بيهللوا وبيسقفوا لعمر مكرم. قال لك ايه ده؟ لا انا بس اللي يتسقف لي. وراح نفيل دمياط سنه 1809، وبكده اتخلص محمد علي من المسمار التاني عشان ما يلاقيش حاجه تعكر مزاجه غير المماليك. فقال لك هو انا كل شويه اجري وراهم الصعيد؟ انا هعمل لهم حفل. والله. وراح عازمهم كلهم في القلعه. قال ايه بمناسبه ان الجيش خرج للحجاز بقياده طسن ابنه، والعبط صدقوا. وبعد ما كلوا وحلوا كمان بالقشطوطه لقوا بيبان القلعه كلها بتتقفل، وهو نزل هو وجنوده عليهم لحد ما خلصوا عليهم خالص. وبدا محمد علي بقى يبني ويخطط للي جاي، وكلمة السر كانت الاحتكار. احتكر زراعة وصناعة وتجارة، فبقى هو اللي يقول ايه اللي هيتزرع وايه اللي هيتصنع، وبقى ياخد الأراضي من الملتزمين ويسجلها باسم الدولة، ويتابع الفلاحين واللي ناقصه حاجة يجيبها له. ده حتى المدربين كان جايبهم مخصوص من بره عشان يعلموا المصريين الجديد كله. وبقى يشق الترع ويعمل قناطر زي القناطر الخيرية كده، ودخل شجر التوت عشان يربي دودة الأز. وزيها بالظبط حصل في الصناعة، بدأ يبني المصانع ويعلم المصريين ويسفرهم بره يتعلموا ويرجعوا، وبدأ يبيع اللي بيتزرع واللي بيتصنع للتجار الأجانب. حتى المواصلات اللي هتنقل الحاجة طورها، وبنى أسطولين في البحرين. لا مش قصدي الدولة، أنا قصدي الأبيض والأحمر، وطهر البحر الأحمر من القراصنة. خلي بالك اللي عمله محمد علي في الاقتصاد نتيجته بانت على الناس، ففي ناس اختفت خالص زي المماليك والتجار والعلماء ومشايخ الازهر والقيادات الشعبيه، وفي ناس ظهرت زي الاعيان واصحاب الاراضي والصناع والبدو. وبدا محمد علي يشقلب الدنيا ويجيبها عليها وطيها ويعمل اللي محدش يتوقعه نهائي. ولو عاوز تعرف عمل ايه استنى الحدوته الجاي. سلام.